بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، رسالة إلى أهلنا المسلمين الأكراد. حاب أن أوجه لكم هذه الرسالة. يعني خاشين كل هذا عنا ليش؟ أنتم مخبين عنا هذا كله ليش؟ أعزائي المشاهدين، في إقليم في العراق اسمه إقليم كردستان. اسمه إقليم كردستان العراق. شوفوا معاي الأكراد المسلمين أهلنا وتاج راسنا إيش مخبين عنا. شوفوا معي هذا الفيديو وراح أرجع أعلق عليه. شفتوا معي أعزائي المشاهدين؟ يعني أنا بسألكم سؤال، أنتم شو اللي يخليكم تسافرون أوروبا؟ شو اللي يخلينا إحنا نروح سياحتنا تكون في أوروبا، في فرنسا العنصريين، بريطانيين العنصريين، عند الأمريكان، كل هالكنوز، كل هالطبيعة، كل هالجنة، كل هالحلاوة موجودة عندنا عند أهلنا المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإحنا نروح وسياحتنا تكون للأسف في بعض الدول الغربية اللي يكرهوننا. هذول أهلنا المسلمين الأكراد اللي عايشين في إقليم كردستان العراق، في بلادنا الحبيبة العراق. طبعا أنا راح أخصص حلقة أيضا يمكن ثانية أو ثالثة، لأن بلادنا الحبيبة العراق فيها ما راح تتخيلون إخواني الأفاضل، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، المشاكل السياسية والحروب وال إيش أقول ولا إيش أقول إخواني الأفاضل. شفتوا معاي والله يعني أنا شخصيا يعني من فترة طويلة ما كنا نتوقع أن إقليم كردستان بهالحلاوة. يعني ما نشوف الإعلام، أنا أقول لكم إحنا الإعلام هذا أكبر غسيل مخ مسوي لنا. فيعني طبعا أنا في أشياء ثانية ما صورت لكم من أحلى الأكل، أكل أهلنا الأكراد، الخبز من أروع ما يمكن. يعني أنت لما تروح هناك من الكلام اللي إحنا نسمعه،
طبيعة وأكل لذيذ، طبعا غير الحمد لله رب العالمين الشعب الطيب. الأكراد شعب طيب، شعب يعني ما شاء الله والنعم فيه كرم وأخلاق، ومعروفين بأخلاقهم العالية. ففعلا والله يا إخواني الأفاضل، يعني تكملة لسلسلة الحلقات اللي أنا أسويها، والله الله أنعم علينا إحنا المسلمين بكل ما طبعا أيضا من ضمن المعلومات، يا ريت أيضا أهلنا الأكراد يعلقون في التعليقات. اقليم كردستان مشهور بالبترول ايضا، الله سبحانه وتعالى اعطاهم البترول. فما شاء الله فعلا فعلا اخواني الافاضل، يعني لو احنا فعلا الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب ينعم علينا بالامن والامان والاستقرار والهدوء السياسي، وشويه اهتمام بتشجيع السياحه، والله ما بي اقول لكم ولا بي اتحدى، اعتقد المناظر اللي شفتوها تكفي تثبت لكم ان احنا باشواط نفوق اوروبا وهالدول. ويكفي الجو اخواني الافاضل، انت اوروبا لعلمك 6-7 شهور في السنه من كثره البرد ما تقدر، لكن احنا الله نعم علينا بالجو البارد المعتدل. يعني اقليم كردستان جوها من اروع ما يمكن في العالم. فدعوه من اخوكم، ويا ريت اهلنا الاكراد، وانا عندي الحمد لله رب العالمين كثير من الاصدقاء من اصل كردي، وكثير من الاكراد الحمد لله رب يراسلوني ويتابعوني. ارجو انكم انتم تكتبون في التعليقات، نبي معلومات اكثر عن اقليم كردستان العراق، اعطونا معلومات، اعطونا حقائق. ويا ريت ايضا توجهون دعوه لاهلكم واخوانكم المسلمين ان يزورونكم. وانا لعلمكم من المعلومات اللي وصلتني، يمكن نعم تسمعون انه والله في مشاكل شوي في العراق، لكن بالعكس اقليم كردستان العراق في امن وامان وفي استقرار الحمد لله رب العالمين. وانا حتى والله يا اخواني الافاضل صديق عراقي موجود في اقليم كردستان وجه لي دعوه من يوم، يعني هالكلام والله من 3 ايام، قال لي تعال عبد العزيز وانت في وجهي هناك واللي تبي. كرم اخواني الافاضل، والله احنا المسلمين كلنا بغض النظر عن الاصل، بغض النظر عن الدوله، بغض كونك مسلم، فسبحان الله الله سبحانه وتعالى يزرع فيك الاخلاق الحميده. فاحبكم اهلي الاكراد في كل في جميع بلاد المسلمين، كلنا نحبكم، وهذه دعوه للمحبه ما بين المسلمين، ويعطيكم الصحه والعافيه.